السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل بداية الفيديو كالعادة لا تنسوا ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل فيديوهاتي عن بيس. اوكي يا اصدقاء، في احد المشتركين طلب مني ان اعمل فيديو، وهو عمل فيديو عن افضل تشكيلة في لعبة بيس بالنسبة لي، يعني رأيي وافضل مدرب. اوكي، سنتكلم. اول شيء اصدقاء، بالنسبة لهذه افضل تشكيلة بالنسبة لي، يعني كل واحد احترم رأيه، لكن انا رأيي سيكون في هذا الفيديو راح اوريكم افضل مدرب وافضل تشكيلة اللي راح تشوفوها امامكم، وافضل مدرب. نبدأ بافضل أفضل مدرب. المدرب هو يا اصدقاء غوارديولا، هو اقوى مدرب في لعبة بيس 2019. كما ترون هو اسمه الذي لا يعرف اسمه رومان. كما تدخل هنا هيا هكذا ترى تشكيلته، يلعب بأربعة واحد 4-2-2-2. كما ترى هنا 4 في الدفاع، يعني 2 في الوسط و4 يعني هجوميا. اوكي، سنذهب الى التشكيلة واوريكم افضل تشكيلة افضل لاعبين اللي تكون في التشكيلة. بس انا اصدقاء ليس لدي كل اللاعبين. اوكي، حنبدأ ندخل. هاي تشكيلة غوارديولا يا اصدقاء، لكن في حارس المرمى يا اصدقاء انا افضل دخية. وليكون في علمكم يا اصدقاء بان هذه افضل تشكيله لازم يكون لكل لاعبين ليفل ماكس، يعني مثلا دخية ليفل ماكس، لا اعلم كم ليفل ماكس. المهم، الحارس المرمى دخية، وفي قلبين الدفاع عندنا مالديني افضل مدافع، ووراه راموس. هذا المدافعين يا اصدقاء لما يكونوا في الدفاع لا تخاف على فريقك. من الجهه اليمنى عندنا روبرتو كارلوس افضل ظهير ايسر بالنسبه لي، كل شيء اقوله بالنسبه لي. وبالنسبه لي امتيتي ضعوا خافير زانيتي، لأنه من الجهة اليمنى رهيب. خافير زانيتي ليس لدي زانيتي، لكن لعبت في حساب آخر والله يلعب بشكل جيد. هنا كما ترون حط فييرا، لأن فييرا أفضل وسط دفاعي في لعبة بيس بالنسبة لي. هو فييرا، حط فييرا. ولكن في الوسط هنا كما ترون لا تضع ميسي راس حربة أو أساس، ضعه AMF لأنه يلعب أكثر قوة. يا اصدقاء لكم في علمكم أنا لا أضع لاعبين الأسبوع. أنا أريكم أفضل تشكيلة في بيس، لأن لاعبين الأسبوع راح ينحذفوا ولن تراه. أوكي، من الجهة اليمنى في الوسط ضعوا محمد صلاح، والجهة اليسرى في الوسط ضعوا نيمار، لأن نيمار وصلاح مهاريين وسريعين من الطرفين. يعني لما تكون هجمة مرتدة هم اللي راح يصنعوا الفارق في الهجمات المتعاكسة. اوكي، في الهجوم اثنين الهجوم كما ترون رونالدو بالتأكيد، وإذا كان لديك حظ ليفاندوسكي، إذا كان عندك كريزمان، وإذا كان عندك مارادونا بالتأكيد. ضع هذا الثلاثي حيكونوا بجنب رونالدو، وهكذا يا أصدقاء سيكون لديك أفضل فريق، أفضل تشكيلة ممكن تكون في لعبة بيس 2019. نكون هنا قد وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى منكم الضغط على زر اللايك، وصلوا هذا الفيديو لايكات كثيرة أو انشروها مع أصدقائكم. وإذا تريدون أي فيديوهات أخرى اكتبوا لي عنوان الفيديو آخر راح ننزلكم فورا. يلا مع السلامة. Caught in the crossfire.